قلت بأن الأمازيغية صنيعة المخابرات الفرنسية، وبأن البربر أو البربر أصلهم عرب. ألا تطمس بذلك دكتور بلغيث هوية وتاريخ شعب كامل؟ هل يمكن لمؤرخ أن يلغي ثقافة بأكملها هكذا؟ والله ليست هناك ثقافة، هذا مشروع إيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. ليست هناك حاجة اسمها أمازيغية، هناك حاجة اسمها بربر أو بربرية. البربر عرب قدماء، هذا ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق وفي الغرب. أما هذه قضية الأمازيغية بالإجماع عند عقلاء الليبيين، عند عقلاء الجزائريين، عند عقلاء المغرب، هي مشروع سياسي من أجل تقويض أركان وحدة المغرب العربي في مواجهة ما كانت تحلم به فرنسا الاستعمارية، مغرب عربي فرنكوفوني. نحن نعود في جذورنا وأصولنا إلى العماليق، إلى الفينيقيين، إلى الكنعانيين. نحن عرب، وهذا هو سر العداوة بيننا وبين خصومنا في الداخل وفي الخارج. ولكن دكتور بلغيث، كل شيء ننسبه لمؤامرة من الفرنسيين ومن الصهاينة. يعني أنا قرأت صراحة عن الأمازيغ تحضيرا لهذه الحلقة. اسمح لي دكتور بلغيث، الأمازيغ هم مجموعة عرقية أصلية كانت موجودة في هذه المناطق من شمال إفريقيا، في المغرب، في الجزائر، في تونس، وحتى في ليبيا وفي موريتانيا. تفاعلوا مع الفينيقيين، تفاعلوا مع الرومان، وكانوا مسيحيين في الأصل، ثم أسلموا بعد أن جاء المسلمون إلى شمال إفريقيا فيما يسمى بفتوحاتهم الإسلامية. ما رأيك؟ والله هذا كلام خطير بنتي العزيزة. هذا كلام لمؤرخين آخرين. هي طبعا انت وصفتيني باني اصبحت ايديولوجي، هؤلاء ايضا ايديولوجيون. لذلك انا نقول لك بالفم المليان التاريخ حقائق ووثائق. ساكنة شمال افريقيا بربر، وهؤلاء البربر جاءوا او ما هم اولا ما همش عرق حتى تكوني في الصوره، وهذا كلام كامبس، هذا كلام المؤرخين الكبار الذين تخصصوا في هذا الموضوع. البربر هوية. يتكلم يقول الآن في هذه اللحظة حينما نشر كتابه، والكتاب مترجم في أكثر من طبعة، يقول الآن لا توجد عرق اسمه بربر، ولا توجد لغة اسمها بربرية. أنا أحسن اختيار المسائل، هذا تخصصي الدقيق جدا. أنت دخلت الآن المحيط الأطلسي، إياك ألا تحسن السباحة فيه. ولكن أين المشكلة؟ لذلك أنا أقول لك بنتي، هذه قضية أمازيغ.